شوفوا يا طلاب، هسه بالنسبة لفيثاغورس لازم تعرفون انتو من اخذنا الجدول التربيعي والتكعيبي. هسه بهذا الموضوع مال فيثاغورس راح نستفاد من الجدول التربيعي. مثل ما قلنا الجدول التربيعي مثلا مال 4 ايش قد يساوي 2. الجدول التربيعي مال 16 يساوي 8، العفو 4. الجدول التربيعي مال 25 يساوي 5. الجدول التربيعي مال 9 يساوي 3 إلى آخره من الجذور. زين أستاذ شو راح استفاد أني من الجذور هذني؟ راح تستفادون هسه فد شوية راح تطلعون الجذور التربيعية مال أعداد معينة. زين أستاذ شلون أعرف هاي الجذور قيمتها هالقد؟ لو بالتحليل تحللون العدد، يعني مثلا 16 تجي تحللينه، أو 25 تجي تحللينه إلى آخره. أو شو تقولون 16 ما جاي من 4 في 4 تاخذين رقم 1، 25 جاي من 5 في 5 تاخذين رقم 1، 9 3 في 3 تاخذين رقم 1. هاي شو وقت بالتربيعي؟ بالتكعيبي لا، هم تاخذين رقم 1 بس كل 3 أرقام متشابهة. بالتربيعي هم تاخذين رقم 1 بس كل رقمين متشابهين. فأني أأيد التحليل هو أفضل طريقة. زين شو استفاد بعد اني بالجدول التربيعي؟ راح يلاقيكم القانون مال فيثاغورس اللي هو اي سي الكل تربيع يساوي، يعني شنو قصدي اي سي الكل تربيع؟ مربع الوتر اي بي الكل تربيع زائد بي سي الكل تربيع. راح يلاقيكم هذا القانون. احيانا اغلب الاحيان تلقون هذا مجهول وهذول معلومين. شنو يعني معلومين؟ يعني ارقامهم ناطين اياهم بالسؤال بس هذا مجهول. زين شلون اوجده؟ راح بالاخير راح يصفى عندك اي سي تربيع وفوق ويساوي رقم معين. بالاخير بنهاية السؤال راح تاخذ الجذر لهذا والجذر لهذا. زين شنو الطريقة الانسب؟ يعني شو اسوي؟ عندك طريقتين، يا اما تقول هذا الجذر يلغي ويا التربيع ويبقى عندك بس اي سي يساوي لك الرقم بدون الجذر، او شو تقول لا الناتج مال الاي سي تربيع ايش قد 4 واخذ الجذر اليه بس هو الاي سي ما عندك. فهاي الطريقة راح تفيدك، مال الجذر يلغي التربيع يبقى عندك بس الاي سي. زين استاذ اعطينا مثال. عندكم مثلا هسه هذا مثال اي بي سي مثلث قائم الزاوية في بي، فاذا كان الاي بي 12 سنتيم والبي سي 9 سنتيم فما طول الوتر. نجي ناخذ ورقة فارغة ثانية ونحل السؤال. شلون احله اني؟ اجي اباوع مثلث اي بي سي قائم الزاوية في بي، ما طول قال لي قائم الزاوية في بي، فانا اجي اول شي ارسم المثلث. هذا مثلث قائم الزاوية، الزاوية قائمة وين صايرة هنا هسه مؤشرت صايرة هنا. فهو قال لي في بي بالسؤال قال لي قائم الزاوية في بي، فاجي اخلي حرف البي هنا. بقيت لا اعرف شنو عندي بعد اي سي. شلون عرفتها؟ وهو قايل لي اي بي سي مثلث قائم الزاوية في بي. اوكي زين فاذا كان الاي بي 12 سنتيم، شنو يقصد بيه الاي بي 12 سنتيم؟ يعني يقصد بيها هاي الاي للبي من هنا لهنا 12 سنتيم، وقايل لي البي سي يساوي 9، يعني من هنا لهنا 9 سنتيم. الاي سي قايل لي مجهول اللي هو الوتر، بالاخير قايل لي فما طول الوتر اي سي مجهول. زين هسه انا رسمت هذا رسم مطلوب، هذا رسم حتى يسهل عليك الحل من تحلين السؤال يسهل عليك الحل. فمن اجي احل اكمل الحل بعد شو اكتب؟ اني اكتب القانون بعد الاي سي تربيع يساوي اي بي تربيع زائد بي سي تربيع. الاي سي تربيع مجهول ما عندي اللي هو اقصد عليه الوتر. هذا التربيع من اجي بالقانون؟ هذا التربيع
بالقانون. اجي الاي بي ايش قد قيمته؟ 12. قبل شوية كتبنا حددنا حتى على الرسم وهو نعطينا بالسؤال الاي بي 12. اوكي، فاجي اكتب 12 وفوقها تربيع. زين، هاي تربيع من يجي مع القانون؟ زائد ينزل زائد. البي سي ايش قد؟ 9 تربيع. نجي نكمل الحل. اي سي الكل تربيع ينزل، راحوا هذا نزل ما ايده اوجده اني. 12 تربيع يعني شنو يقصد بيه 12 تربيع؟ يعني يقصد بيه 12 في 12. تجي تضرب 2 في 2 4، 2 في 1 2، زائد صفر ما مكتب 1 في 2 2، 1 في 1 1، 4 4 1، يطلع لي 144. زائد 9 9 تربيع يعني يقصد بيه 9 في 9 81. الاي سي تربيع ينزل. هسه عندي جمع هنا 81 زائد 144 225. زين، هسه قبل شوي ايش قلت لكم اني باعوا؟ لا قلت لكم بالاخير بنكتب القانون راح يصفى عندي اي سي تربيع يساوي رقم، اخذ الجذر اليه ولا رقم. هسه هم راح اسوي هيك، راح اخذ جذر اليه ولا رقم. الجذر هذا شو يسوي؟ يلغي التربيع. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي بس اي سي. الجذر التربيع مال 225 لو تجون تحللوه، لو انتم تعرفونه قبل شو تكتبون؟ 15. اذا تعرفونه قبل تكتبون 15 صحيح. ايش ناقصني بعد اني؟ بس بوحدة القياس سنتيمتر. صار سنتيمتر، مو هو بالسؤال قايل الاي بي سنتي والبي سي سنتيم، فالاي سي يطلع سنتيمتر. ودائما الوتر هذا مو الوتر دائما يكون اكبر من الضلعين. شلون عرفتي؟ هسه شوف الضلع الاول 12، الضلع الثاني 9، الوتر ايش قد؟ 15، 15 اكبر من 12 و9. زين، عندنا بعد مثال. تجي تباوع هنا عندك مثال هذا اي بي سي مثلث قائم الزاوية في بي. هم يعني نجي نرسم مثلث قائم الزاوية في بي. بقية العفها متوزعة اي سي. تجي ايش قايل لي؟ فاذا كان الاي بي 4 سنتيم يعني منا لهنا 4 سنتيم، والبي سي يعني منا لهنا 3 سنتيم، فما طول الوتر هم نفس الشي، يعني هذا الاي سي مجهول. رسمنا كملنا رسم نجي نكتب القانون. شنو القانون؟ اي سي تربيع يساوي اي بي تربيع زائد بي سي تربيع. زين، الاي سي تربيع ينزل، الاي بي الكل تربيع. اجي اشوف الاي بي بالسؤال ايش قد؟ 4 سنتيم، انزل 4 وفوقها تربيع زائد البي سي باوع بالسؤال نعطيني البي سي 3 فوقها تربيع. الاي سي تربيع ينزل 4 تربيع يعني شنو قصدي؟ 4 في 4 ايش قد؟ 16 زائد 3 تربيع ايش قد؟ 9. اي سي تربيع ينزل يساوي 16 زائد 9 25. هسه اخذ اخير شي من يصفى لي رقم وحيدة، والاي سي تربيع اخذ الجذر اليه وللرقم، الرقم والاي سي. فالجذر راح يلغي ويا التربيع. لازم يسوون هاي الشغطة، هاي الشغطة لازم يسووها حتى يعرف الاستاذ انه انتم سويتوا الجذر لغى التربيع. اي سي يعني الجذر يلغي التربيع. الجذر التربيع ال 25 ايش قد؟ 5، يعني 5 في 5 25. او تحللونه نفس الشيء. سنتيمتر ما انساها وحدة القياس. اوكي، هاي المثالين حلينا بيهم مال فيثاغورس. المثال اللي موجود بالكتاب بس مجرد هو ما ذاكر لك او ما ذاكر لكم اي بي سي، بس قال لكم مثلث. فانتوا شنو الزاوية القائمة راح تخلوها بكيفكم، تخلون سي تخلون بي تخلون اي بكيفكم. فالمثلث اللي انت علمتوا عليه هو مثلث اي بي سي، ترسمون هذا المثلث وتخلون عليه الارقام. سهل جدا ما بي شي. سؤال عليه 100%، هذا بنص السنة وحتى بخير السنة. فيثاغورس جدا مهم، سؤال عليه مضمون وما ينترك، احتمال ما ينترك.
تمام يعني. أتمنى إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة، وبالتوفيق يا رب.